السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفة تتقهواو بها غاتو بريزيليان. وصفة بزاف سهلة وبنينة واقتصادية. لهاد الوصفة درت 3 حبات بيض، زدت عليهم 8 مغارف كبار سكر عادي، حركتهم بالباتور. اللي عندها باتور دير بالباتور، واللي عندها بيتران تدير بالبيتران. بعد ما تحصلت على هاد القوام زدت 14 مغرفة كبيرة حليب بارد، ما يعادل نصف كأس. حجم الكأس 220 مليلتر. زدت عليهم 8 مغارف كبار زيت. زدت حركتهم مليح بالباتور. كما زدت عطر الفانيلا، راح لي المقطع وين صورته. وزدت 10 مغارف فارينة اللي كنت غربلتها من قبل، مع 2 مغارف كبار كاكاو بني. بالنسبة للفارينة قادرين تديلكم بين 8 مغارف و10 مغارف، يعني حسب حجم البيض تاعكم، مع كيس خميرة كيميائية. بالنسبة للفارينة ديروا في الأول 8 مغارف وزيدوا عليهم الكاكاو. إلى ما تحصلتوش على القوام المطلوب زيدوا هادوك 2 الآخرين. القوام لازم تحصلوا عليه بهاد الطريقة، بهاد الشكل عفوا. جبت هذاك المول تاع الفرن 30 على 30 ولا 25 على 30 سنتيمتر. اللي ما عندهاش هاد المول تدير في سنيوة عادي، بصح هذيك سنيوة لازم ديروا لها شوية زيت مع فارينة باش ما تلصق لكمش الكاطو تاعكم. ديروها على 160 درجة في فرن اللي كنت سخنته من قبل. بعد ما طابت لي كامل هذيك الكاطو درت لاصوص شوكولا. هاد لاصوص درت فيها نص كاس سكر عادي، حجم الكاس 220 مليلتر. زدت 2 مغارف كبار مايزينا مع 2 مغارف كبار كاكاو بني. حركت كامل هادوك النواشف. زدت عليهم كاس حليب، حجم الكاس دائما 220 مليلتر. حركتهم بارد في بارد، درتهم على الفرن يكون ناقص، وبقيت هكاك نحرك حتى عقدت لي هذيك لاصوص شوكولا. لازم تبقاو تحركوا فيها سينو راح تتحرق لكم. بعد ما عقدت لي هذيك لاصوص درتها هكاك سخونه فوق هذاك الكاطو. لازم تديروها هكاك سخونه باش تتمشى لكم. انا مشيتها بالمغرفه عفوا مع الموس. تقدروا تمشوها باللي حبيتو، موس ولا مغرفه. وزينتها بنواه كوكو. التزيين يبقى اختياري، تقدروا تزينوها بنواه كوكو عفوا ولا الكاكاو، يبقى الاختيار ليكم حسب الذوق تاعكم. شوفوا النتيجة النهائية خرجت هايلة. ننصحكم تجربوها، تجي خفيفة وبنينة وسهلة واقتصادية. دوك وصلت لختام الفيديو، نقول لكم شكرا على المتابعة. ما تبخلونيش بجام كومنتير باش تشجعوني، وضغطوا على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد. إلى فيديو آخر إن شاء الله.